مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم نطرح سؤالا يهم كل عشاق الكرة الإفريقية والمغاربية: من هو المنتخب الأقرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025؟ المنتخب الجزائري أم المنتخب التونسي؟ تحضيرات جارية، نجوم كبار، طموحات جماهيرية، ولكن من يمتلك فعلا مفاتيح النجاح؟ تابعوا معنا هذا التحليل المفصل حتى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم من محبي الكرة الإفريقية. لنبدأ أولاً مع المنتخب الجزائري. الخضر يدخلون هذه النسخة من كأس إفريقيا وهم في وضع جيد بعد تصفيات ناجحة للغاية. الجزائر تأهلت مبكراً بعد سلسلة انتصارات قوية، حيث تصدرت مجموعتها دون أي هزيمة. الفريق يضم نخبة من الأسماء اللامعة مثل رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، ورامي بن سبعيني. وما يميز هذا المنتخب هو الاستقرار الفني بفضل بقاء المدرب جمال بالماضي على رأس الطاقم التقني لعدة سنوات. الانسجام بين اللاعبين، قوة خط الوسط، والفعالية الهجومية تجعل الجزائر مرشحة جدية للقب، خاصة بعد التتويج الأخير في نسخة 2019. لكن في المقابل هناك ضغوط جماهيرية كبيرة ورغبة في استعادة الهيبة بعد الخروج المبكر من نسخة 2020. أما المنتخب التونسي فقصته مختلفة بعض الشيء. نسور قرطاج تأهلوا أيضاً إلى كأس إفريقيا 2025، لكن طريقهم لم يكن سهلاً. الفريق عرف بعض الصعوبات في التصفيات، خاصة بعد خسارته المفاجئة ضد غامبيا في الجولة الأخيرة. ورغم هذه العثرة، يظل المنتخب التونسي من بين الفرق التي تملك تجربة قارية كبيرة. المدرب جلال القادري يعتمد على مزيج من اللاعبين المخضرمين مثل يوسف المساكني، علي معلول، ونعيم السليتي، إلى جانب عناصر شابة واعدة مثل حنبعل المجبري. القوة الحقيقية لتونس تكمن في انضباطها التكتيكي وروحها الجماعية، وهذا ما يظهر دائما في البطولات الكبرى. لكن الفريق لا يزال يعاني من غياب الفاعلية الهجومية، ويحتاج إلى مزيد من التحضير والانسجام في الأشهر القادمة. عند المقارنة بين المنتخب الجزائري والتونسي، هناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها. أولاً، من حيث الأداء في التصفيات، الجزائر كانت أكثر استقراراً وفعالية، بينما واجهت تونس بعض التقلبات. ثانياً، من حيث النجوم، الجزائر تملك أسماء تلعب في كبرى الأندية الأوروبية وتعيش أوج مسيرتها، في حين تعتمد تونس على الخبرة، لكنها لا تملك نفس الزخم في خط الهجوم. ثالثاً، على المستوى الفني، الجزائر تبدو أكثر انسجاماً بفضل الاستمرارية مع المدرب بالماضي، في حين أن تونس ما زالت تبحث عن التوازن المثالي تحت قيادة القادري. وأخيراً، من حيث الطموح، كلا المنتخبين يرغبان في التتويج، لكن الجزائر تدخل المنافسة بحافز كبير لاستعادة لقبها، بينما تونس تسعى لإنهاء فترة جفاف طويلة منذ آخر تتويج في 2004. في النهاية، يصعب تحديد من الأقرب للفوز بكأس إفريقيا، لأن كرة القدم مليئة بالمفاجآت. لكن بالاعتماد على المؤشرات الحالية، يمكن القول إن الجزائر تبدو في وضع أفضل من حيث الأداء الجماعي والتجربة والانسجام الفني. رغم ذلك، لا يجب التقليل من شأن المنتخب التونسي، الذي يملك كل المقومات ليحقق مفاجأة كبيرة إذا دخل البطولة بجاهزية تامة. والسؤال الآن موجه إليكم: من ترون الأقرب للتتويج، الجزائر أم تونس؟ هل تتوقعون أن يحقق أحدهما اللقب، أم أن منتخبات أخرى مثل المغرب أو السنغال ستقول كلمتها؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء
في فيديو قادم.